تخيل تبقى انت واقف كده وحد هناك بيقول اوشيريا او ساعوي وانت فجأة تلاقي نفسك بتتفرتك. تخيل معايا ان في حرب والجنود بيتواصلوا مع بعض عن طريق اللاسلكي، وجيش العدو الناحية التانية بيسمع كل حاجة بس مش فاهم اي حاجه. وتتخيل ليه ده حصل فعلا في حرب اكتوبر 1973. وقتها كان العدو عنده اجهزه تنصت متطوره جدا، تقدر تحدد التردد او تسجل اي اشاره او تفكك اي كلمات مشفره. يعني اي حاجه الجنود بيقولوها مع بعض ممكن توصل لجيش العدو في ثانيه. بس في وسط كل ده ظهر حل بسيط وعبقري جدا غير المعادله. مجند في الجيش المصري من النوبه اسمه احمد ادريس اقترح القاده بتوعه ان هو يستخدم اللغه النوبيه بتاعتهم، واكد لهم ان محدش بره مصر هيقدر يفهمها ولا جوه مصر. وفعلا بدات اللغه تستخدم كنظام كامل، وبدأ تدريب جنود نوبيين عشان يستخدموا اللغة النوبية كشفرة اتصال بينهم. والكلمة بالنوبي كانت معناها أمر في الحرب. كلمة أوشيريا مثلا كانت معناها اضرب، وكلمة ساعوي كانت معناها الساعة التانية. وبيقال إن الأوامر دي اتقالت فعلا بالطريقة دي في وقت ساعة الصفر. تخيل تبقى أنت واقف كده وحد هناك بيقول أوشيريا أو ساعوي وأنت فجأة تلاقي نفسك بتتفرتك. وده اللي حصل، العدو كان سامع كل حاجة ومش فاهم حاجة. كاتب عسكري بيقول إن الشفرة النوبية كانت أذكى وسيلة تواصل في حرب أكتوبر، لأن هي اعتمدت على شيء العدو ما يقدرش يدرب حد عليه او يترجمه. وده علشان اللغه النوبيه كانت لغه نادره جدا، ومفيش وقتها ان احنا نقدر نجيب مترجم او حد يفكها. خد الكبيره، الجيش عمل قاموس خاص باللغه، يعني حتى اللي يعرف اللغه النوبيه وبيتكلم بيها مش هيعرف الكلمات اللي عملوا بيها قاموس. الرسائل كانت بتبادل قدام العدو راحه جايه، لكن كانت بالنسبه له كلمات مالهاش معنى. القصه دي بتقول ان الذكاء مش دايما في التكنولوجيا، اوقات بتكون بحاجات بسيطه جدا، وفي انك تستغل وتستخدم المتاح واللي عندك بطريقه مختلفه، زي لغه او سلاح او خرطوم ميه. شالوم.